كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن لدى المملكة خططا اقتصادية عملاقة لما بعد عصر النفط بتمويلات تصل قيمتها إلى تريليوني دولار أمريكي، وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي سوف يواصل التقليل من الاعتماد على إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، بما يجعل المملكة في منأى عن أي أزمات قد تنتج عن انهيار النفط أو ظهور بدائل للطاقة عنه في العالم. وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة برومبرغ للأنباء عن الأمير محمد بن سلمان، فإن المملكة أصبحت جاهزة الآن لأفول نجم النفط وانتهاء عصره، وذلك بفضل امتلاك أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وتخصيص مبالغ عملاقة لمشروعات تستفيد منها الأجيال القادمة في عصر ما بعد النفط. وكشف أيضا أن الصندوق السيادي العملاق سيشمل بيع ما يصل إلى 5% من أسهم شركة النفط السعودية أرامكو، وستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 من آبريل 2016. ثورة في البنية التحتية تتشكل تحت شوارع الرياض. هذه هي أعمال التشييد لأول شبكة مواصلات في العاصمة السعودية، 35 كيلومترا من الأنفاق وأكثر من النصف تم إنجازه فعلا. هذا الجهاز يحفر في التراب لما يصل إلى 25 مترا يوميا، وأفضل شهر حفر حتى الآن وصل إلى 990 مترا. الرؤية الشاملة تتضمن مسارا حديديا يصل إلى 176 كيلومترا ب 85 محطة قطار دون سائق، متكاملة مع شبكة حافلات على مدى 1000 كيلومترا. إذ قال الوليد العكرش مدير الإنشاءات بمشروع مترو الرياض: حجم المشروع دولي، وهو أحد أكبر المشاريع في العالم الآن بتكلفة 24 مليار دولار. استثمار ضخم في وقت تشهد فيه المملكة انخفاضا في كسبها من النفط. سكة المترو تمثل جزءا فقط من عقد اجتماعي ينمو بين السعوديين وحكام البلاد ضمن مساع لتوفير المزيد من الراحة للشعب. ليس هذا فقط، فالسكة قد تكون فرصة لإحداث تغيير مجتمعي أيضا، إذ أشار العكرش إلى أن الأمر سيسهل على طلاب المدارس والسيدات وجميع نواحي القطاعات الأخرى بالمجتمع التحرك في المدينة. السيدات لا يسمح لهن بالقيادة حاليا، لكن شبكة المواصلات الجديدة ستسهل عليهن التنقل والعمل. ونظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد تم تعليق مشروع مماثل في جدة، لكن هناك استثمارات ضخمة أخرى في العاصمة الرياض، مركز الملك عبد الله المالي، بتكلفة 10 مليارات دولار، وتضم مكاتب ومساحات سكنية. مدينة مصغرة تتكامل مع نظرة البلاد الاقتصادية الجديدة، تقليل إنفاق القطاع الحكومي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. كما ذكر المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله المالي وليد العيسى قائلا: نريد التنويع، وهذه هي الفكرة، أن ننشئ الخدمات المالية التي ستدعم الخصخصة والانتقال من اقتصاد المسار الواحد إلى اقتصاد متنوع. ومع نهاية هذا العام فإن هناك توقعات بتوفير 85 ألف متر مربع من مساحات المكاتب، مع عمل ما يصل إلى 5000 موظف في هذه المكاتب. لكن الخصخصة تحتاج إلى استقطاب شركات كبيرة، وهذا يعني التنافس مع مدن مثل دبي، حيث توجد تسهيلات للأعمال وأنماط حياة أكثر ليبرالية، وهي تغييرات لا يزال على السعودية اتخاذها. وأضاف العيسى: إذا خصصت مركز الملك عبد الله المالي كمنطقة منفصلة بحد ذاتها وخلقت بيئة أكثر استقطابا للأجانب، فإن الأمر أسهل للقيام به. وتستمر الأعمال على مدار الساعة في نهاية خط المترو، والركاب المحتملون يفكرون بمستقبل التنقل في المملكة، إذ يقول هذا المواطن: سيكون الأمر سهلا على والدتي وشقيقتي وزوجتي. رؤية شاملة، لكن الحصول على عوائد الاستثمارات بمليارات الدولارات يتطلب السماح بإعادة هيكلة اجتماعية أيضا. Nick Robertson, CNN, Riyadh, Saudi Arabia.